بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم متابعينا، اهلا بكم اعزائي، اهلا بكم مشاهدينا في قناه فن الخياطه. معاكم دايما يا رب على خير كده نتقابل. فكره جديده لو تضييق البنطلون الليجن او الجيبه الليجن بالنسبه للبنات اللي هو الاستك العريض. اللهم صل على سيدنا محمد. في استك عريض بيجي معمول عليه خط خياطه بالشكل ده، فلما بيكون بالشكل ده كده انت ما انتش عارفه تضايقي في الاستك نفسه. لو ما فيش خط الخياطه ده بتروحي انت فكه جزء من التانيه بتاعه البنطلون دي من جوه، تانيه الكاميرا دي من جوه، بتروحي فكه جزء منها وشاده الاستك بتاعك. طب لو انا معايا استك بالشكل ده مضغوط عليه بالشكل ده على الحرف ده، ومضغوط على الحرف التاني من هنا كده من تحت، علشان انا اعمل برضو شغلي صح. فانا بعمل ازاي؟ بفك جزء من الخياطه ديت بتاعه البنطلون من هنا كده، بفك جزء من الخط ده يا بنات، بفك انا جزء منه بالشكل ده، بيتفك معايا سهل اهو ان شاء الله. وابتدي ان انا اعمل فتحه في الخياطه دي كمان من هنا كده، واشد الاستك ده نفسه من جوه. هوريكم برضه انا هعملها ازاي. ممكن ان انا بفك جزء من الخياطه دي ومن الخياطه دي، وممكن ان انا بفك بس اهم حاجه الخياطه ديت جزء كبير كده منها، وببتدي ان انا اعمل فتحه واحده هنا في البطانه بتاعه الكاميرا بتاع البنطلون من هنا كده، فتحه صغيره بالشكل ده، وابتدي ان انا اسحب منها الاستك. طالما ان انا فكيت شويه من الخياطه دي وشويه من الخياطه دي، ببتدي ان انا اسحب منها الاستك بالشكل ده، واعمل له التضييق اللي انا محتاجاه. محتاجه صابع، محتاجه 2، محتاجه 3 اللي انا محتاجاه، وببتدي ان انا اخيطها على المكنه بالشكل ده كده قبل ما اقصها. يعني قبل ما اقص الاستك ابتدي ان انا اضيقه الاول على المكنه، التضييق اللي انا محتاجاه كتير قليل اللي انا محتاجاه بالظبط. وبعد كده اشيل الجزء اللي انا ضيقته ده بالشكل ده، اقصه، وببتدي ان انا اقفل الفتحه بتاعتي اللي انا فتحتها دي. لازم اقفلها طبعا قبل ما اخلص شغلي عشان ما يكونش فيه شغلي اي حاجه بايظه ورايا. كده انا بضيق المسافه اللي انا محتاجاها، وبعمل تاني الخياطه برجعها تاني اللي انا فكيتها، ببتدي ان انا اخيطها تاني في البنطلون او في الجيبه زي ما كانت جايه بالظبط. هي لو في البنطلون بيبقى معمول فيها الخط ده، انما لو في الجيبه ما بيكونش فيها الخط ده. الجيبه بيكون استك عريض ومش معمول فيه اي خطوط بالشكل ده. كده انا قفلت من هنا وقفلت ظبطت شغلي معايا تمام. طبعا حاجه بسيطه وسهله، ومجرد ان انت بتشد الاستك بالشكل ده وبتعمليه كده بالشكل ده، بيشد معاكي المشوار اللي انت محتاجاها او المسافه اللي انت محتاجاها. وان شاء الله يكون الفكره وصلتكم. حاجه بسيطه وسهله خالص وتقدري تعمليها.